ازاي يبقى عندك كاريزما عالية جدا من غير ما تتكلم؟ يعني انا هقول لك على شوية حاجات تقدر تعملها عشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تنطق ولا كلمة، حاجات بتتعمل مش بتتقال. خليك مركز معايا بقى لاخر الفيديو عشان اقول لك 4 حاجات مهمين جدا هيفرقوا معاك جدا في الكاريزما بتاعتك، وحاجات هتعملها من غير ما تقول حاجة ومن غير ما تقول اصلا ان انت بتعملها. بس قبل ما نبدأ، لو انت مهتم بالمواضيع دي يا ريت تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. وخلينا نبدأ في اول حاجة تقدر تعملها علشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تتكلم. اول حاجة دي هي ان انت تتحرك بالراحه، خلي حركاتك تكون بالراحه الا لو انت مستعجل بقى وراك حاجه فعلا. بس عموما الاستعجال والحركه السريعه سواء انت ماشي بسرعه او بتعمل اي حاجه بسرعه دي بتقلل من الكاريزما بتاعتك شويه. يعني لو حد ماشي بالراحه وبراحته وواخد راحته وهو ماشي، غير خالص لما تبقى ماشي بسرعه قوي وبتبص حواليك وبتاع وشكلك متوتر. حتى لو انت بتعمل حاجه، لو انت بتكتب حاجه على الكمبيوتر، لو انت بتعمل اي حاجه في شغلك، لو انت بتعملها بالراحه وشكلك واخد راحتك، مش بالراحه اللي هو انت بتتنح يعني، لا بالراحه ان انت واخد راحتك وانت بتعملها، غير خالص لما تبقى بتعملها بسرعه. عشان في ناس كتير بتبقى بتمشي بسرعه حاسه ان هي مهمه، حاسه كمان ان الناس شايفاها كده، فده مش حقيقي. هو الفكره ان وانت بالراحه وانت واخد راحتك وانت بتعمل اي حاجه في حياتك، سواء ماشي، قاعد، بتشتغل، بتلعب، ايا كان، الراحه اللي انت بتبقى فيها دي وانت بتعمل اي حاجه هي اللي بتخليك كاريزماتيك اكتر، مش ان انت تبقى سريع، بالذات في حته المشي دي علشان بتفرق كتير في شكلك. تاني حاجه تقدر تعملها علشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تتكلم، ان وانت مع اي حد يبقى في اي كونتاكت بينك وبينه، ان انت تبقى باصص له في عينه، ما تبقاش باصص في الموبايل او باصص حواليك او باصص في الارض. تحافظ على الاي كونتاكت ده بينك وبينه او بينك وبين الناس عموما اللي حواليك لو انت قدامك اكتر من واحد. بس خلي بالك، مش معنى ان انا قلت لك تحافظ على الاي كونتاكت ان انت تبقى باصص له على طول في عينيه، يعني ده برضه هو ممكن يخاف منك. الاي كونتاكت انت بتحافظ عليه من 3 ل 5 6 ثواني كده، وبعدين تغير الاي كونتاكت بتاعك او تغير اتجاه عينيك وبعدين ترجع تاني وهكذا. المهم ان انت تبقى محافظ ان انت دايما باصص له. وحاجه كمان بالنسبه للاي كونتاكت، مش لازم تفضل باصص في عينيه على طول، حاول تبقى بتبص في المثلث ده كده اللي هو بين العينتين دول ومناخيره، ده هيبقى مريح اكتر لاي حد قدامك وهتخليه ما يخافش منك قوي. ثالث حاجه تقدر تعملها علشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تنطق ولا كلمه، هي ان انت تبقى فارد ظهرك. تخلي بالك بقى من البادي لانجوج بتاعتك شويه، تبقى فارد ظهرك، مش مربع ايديك، صدرك مفرود كده قدام اي حد قدامك، ما تحطش ايدك في جيبك، ده مش علامه على الثقه في النفس او الكاريزما، ده علامه عن الغرور او الانسكيورتيز احيانا، او بمعنى عدم الثقه في النفس يعني. حاول تخلي بالك من البادي لانجوج بتاعتك، بالذات فردة ظهرك دي، عشان كلنا بنقع فيها، كلنا بنبقى واقفين ساعات عاملين كده، صح؟ انا شخصيا ناس كتير قالت لي على الحوار ده من زمان لحد ما بقيت على طول عامل كده. وده بيبين عموما ان حتى جسمك احسن، ان انت حد محافظ على شكله او محافظ على جسمه او صحته كويسه، فلما بيبقى ظهرك مفرود ده بيفرق كتير في الكاريزما بتاعتك من غير ما تتكلم. رابع بقى حاجه تقدر تعملها علشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تتكلم، تعالى هقولها لك. عارف انت لما حد يخضك فجأة فتتخض جامد وتنفعل، ده بيقلل من هيبتك او بيقلل من الكاريزما بتاعتك شويه. طب ايه بقى العكس؟ العكس ان انت ما تنفعلش، ما يبقاش عندك رياكشن مبالغ فيه ناحيه اي حاجه. طب ايه يعني؟ ما لو حد خضني ما انا هتخض، مش بتكلم ان حد خضك، احنا كده بنهزر وبنلعب وبتاع وقشطه يعني. انا بتكلم عموما الرياكشن او رد الفعل بتاعك اتجاه اي حاجه، ما تتفاجئش زياده عن اللزوم، ما تنفعلش زياده عن اللزوم، ما تنبهرش زياده عن اللزوم كمان. يعني حاول اي رياكشن او اي رد فعل بيطلع منك ما يكونش مبالغ فيه، لا بالسلب ولا بالايجاب. مش معنى كلامي على فكره ان انت ما يبقاش عندك دم، ممكن جدا ردود فعلنا حوالين ناس معينه حوالينا تبقى مبالغ فيها. ممكن افرح لحد قريب مني قوي، ممكن ازعل لحد قريب مني قوي، ممكن اتفاجئ من حاجه مثلا حلوه حصلت له او حاجه لا قدر الله وحشه حصلت له. فمش معنى كده ان انا بقول لك ما تخليش عندك احساس او ما تخليش عندك دم، لا، معنى كده ان في الظروف العاديه او في العلاقات الطبيعيه بينك وبين الناس ما تبقاش حد مبالغ فيه، ما تبقاش حد رياكشناته او ردود فعله مبالغ فيها بالسلب او بالايجاب. بس كده، ده هيفرق كتير جدا معاك في الكاريزما بتاعتك لو انت كنت باين قدام اي حد ان انت اهدى. خامس واخر حاجه تقدر تعملها علشان تعلي الكاريزما بتاعتك من غير ما تتكلم، ودي حاجه ليها علاقه شويه بالبادي لانجوج بس احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده وما ناقشناش النقطه دي بالذات. اي اتنين بيتكلموا مع بعض بيبقى ليهم شكل معين وهم قاعدين او هم واقفين. ممكن مثلا يبقوا باصين لبعض كده، خلي بالك يعني ده وشه كده وده وشه كده، صح؟ ممكن يبقوا قدام بعض وباصين لبعض كده وهم بيتكلموا. ممكن يبقوا عاملين ايه؟ ممكن يبقوا عاملين كده، واحد باصص الناحيه دي وواحد باصص الناحيه دي، واخد بالك؟ ممكن يبقوا عاملين اللي هي المثلث ده او حاجه زي المثلث اللي هم الاثنين كده فاتحين ايه
وشهم لبره. اللي عايز اقوله لك ايه؟ اللي عايز اقوله لك ان انت ما تبقاش الشخص اللي بيدي اتنشن او بيدي انتباه اكتر من التاني. يعني ما يبقاش حد واقف معاك مثلا وباصص كده الناحيه دي وانت باصص له الناحيه دي، ما تبقاش انت فاضل باصص له كده وهو مش مركز معاك، او هو بيكلمك ومركز بس باصص قدامه. ده هيبينك ان انت مدلوق عليه اكتر. خليك دايما زيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو لو مثلا مش واقف في وشك كده، يعني لو واقف في وشك خلاص اقف باصص له عادي، خلاص اتلاوح انت كمان كده سنه، وخليك برده باصص نفس بصته وبتتكلم بنفس طريقه كلامه. لو هو مش باصص لك خالص وعامل كده، ما تبصلوش انت الناحيه دي وتفضل تكلمه، لا خلاص هو تقريبا غالبا مش عايز يتكلم معاك اساسا، فسيبه ويمشي. نفس الكلام كمان في القعده اللي انت بتقعدها مع اي حد. ما ينفعش حد يبقى قاعد قدامك فارد ظهره وبيتكلم معاك بثقه وانت عامل له كده، صح؟ يعني ما ينفعش تدي حد اهتمام زياده عن اللزوم او تبين له ان انت مهتم بجسمك، وده بيبين جدا ان انت مهتم بجسمك وبيبين ان انت مدلوق، وهو قاعد عادي واخد راحته وعامل كده وبيتكلم بكل ثقه. حاجات زي دي بتقلل الكاريزما بتاعتك لو انت ما خدتش بالك منها. خلي دايما قعدتك لطيفه، خليك دايما واثق في نفسك او واخد راحتك وانت قاعد. ما تبقاش مثلا من انبهارك بحد معين تبقى مدلوق عليه قوي بجسمك، او مبين ان انت مديله اهتمام زياده عن اللي هو مديهولك. حاجه زي دي مهمه جدا وبتفرق جدا في شكلك قدام اي حد بقى. يعني انت ممكن ما تاخدش بالك منها، بس لو حد تالت بقى براك انت والشخص التاني ده وشافكوا انتوا الاثنين، ده هيقلل جدا الكاريزما بتاعتك قدامه وهيقلل هيبتك من الاخر. يعني لو حابب بقى تشوف فيديوز اكتر زي دي تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. يا ريت لو انت اتفرجت لحد دلوقتي اعتقد ان الفيديو عجبك، صح؟ فممكن تعمل له لايك يعني، يا ريت. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، والسلام عليكم.